تعرف ان في بلاد تانية ليها عادات تانية خالص في رمضان؟ في اوغندا بقى، في السودان، اما بقى في موريتانيا، في ماليزيا بقى، الصين، في اليمن. كل دي عادات اهلها متعودين عليها وبيحبوها، وهيكون رمضان ملوش طعم لو الحاجات دي مش موجودة. خلاص بقينا في الشهر الكريم، وبدأ معاها بقى اسئله وافيهات خلاص كلنا بقى عارفين انها قديمه، بس للاسف اتعودنا عليها. صايم ولا زي كل سنه، وصوره كوبايه الميه اللي قبل الفطار، وتم تعبئه الكرش بنجاح، تنزل بعد الفطار. افيهات من زمن 90، بس خلاص هنعمل ايه؟ بقت جزء من عاداتنا اللي كلنا نعرفها ومتعودين عليها. طب تعرف ان في بلاد تانية ليها عادات تانية خالص في رمضان؟ عادات غريبه بس موجوده في دول تانية، هتخليك تقول ايه ده؟ هو ده رمضان بتاعنا؟ لا لا يا عم، انا عايز رمضان بتاعنا، الافيهات اللي ما بتضحكش دي بس انا راضي بيها. في السودان، عارف يا زول، عندنا في السودان لازم ستات البيوت تجيب حلل واطباق جديده كانهم بيعملوا مطبخ جديد يعتبر احتفالا بالشهر الكريم. ده مش بس كده، ده لازم الفطار يبقى جماعي وكل عيله بتشارك بجزء من الفطار، وتقريبا كلهم بيشوفوا حلل واطباق بعض، فلازم طبعا يجددوا كل سنه. لو فكرت فيها بدماغ ست بيت اللي خايفه من سلفتها هتقول عليها ما عندهاش طبق جديد، يبقى بصراحه الموضوع منطقي. لكن طبعا لو بدماغ راجل البيت كلنا عارفين ان هو طبعا ما يرضوهوش الكلام ده، لكن خليهم يتدلعوا براحتهم، مش هم اللي بيعملوا الفطار. في اوغندا بقى مفيش الدلع والهزار ده، في عاده غريبه جدا بتحصل هناك. الرجاله هناك بيضربوا زوجاتهم عشان يحضروا الفطار. ناس كتير شايفه ان دي حاجه مش مناسبه، بالذات احنا في شهر كريم، اكيد كل الناس ما يرضاش كده. في باكستان تحديدا في مدينه بيشاور، في هناك عاده غريبه جدا اسمها حرب البيض. لا 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 لا، مش افيهات وحشه، لا ده بيض بجد. الاطفال هناك بيلعبوا لعبه بيض مسلوق، كل واحد فيهم بيمسك بيضه مسلوقه ويحاول يكسر بيضه اللي قدامه، واللي بيضته بتتكسر الاول هو الخسران. اللعبه دي بتستمر عندهم لحد السحور. ده اكيد البيض عندهم ما بيخلصش الناس دي. اما بقى في موريتانيا، الرجاله بيعملوا حاجه غريبه جدا، بيحلقوا شعرهم قبل رمضان عشان الشهر الجديد يطلع في اخر الشهر. مش فاهم ايه الفكره، ده كمان بيسموه شعر رمضان، برضه ما فهمتش. الرجاله كمان في موريتانيا هم اللي بيأجلوا الفرح عشان يتجوزوا في رمضان تفاؤلا بالشهر الكريم. طب ما العيد جاي، ماشي كل واحد حر، على الاقل دي مفهومه، كل واحد ودماغه. في ماليزيا بقى الستات بيعملوا حاجه حلوه قوي، بعد ما يتاكدوا من رؤيه الهلال وان رمضان خلاص بكره بينظفوا الشوارع ويعلقوا الزينه. ومن العادات الغريبه هناك ان الستات بيطوفوا من بيت لبيت علشان يقروا قران بين الفطار والسحور. الصين، لو جينا بقى للصين دول بقى لو ما فيهمش عاده غريبه يبقى في حاجه غلط. لكن المسلمين في الصين بيكسروا صيامهم بتمره، ده كل ده طبيعي لحد دلوقتي، مع كوبايه شاي تمشي برضه. بعد كده شريحتين بطيخ، ليه؟ مش فاهم ليه، ما انتوا كنتوا ماشيين عادي زي الناس، لازم حاجه غريبه؟ في حد يفطر بطيخ؟ تمرتين، كوبايه شاي، قلنا صناعيه ماشي. في اليمن عندهم عاده جميله قوي، بعيد عن اللبس ده، قبل الشهر الكريم ما يبدا بيبداوا يدهنوا البيوت كلها، بيدهنوها بس عشان يبقوا جاهزين لاستقبال رمضان، وبيتهم يكون باجمل شكل، والزينه بتكون مغطيه الشوارع، يعني الشارع بيكون بيلمع وكله جديد. بس كل العادات دي بتخلينا نحب رمضان اكتر، مهما كانت غريبه او مختلفه عنك او عن بلدك اللي انت متعود على عاداتها. كل دي عادات اهلها متعودين عليها وبيحبوها، وهيكون رمضان ملوش طعم لو الحاجات دي مش موجوده. من وجهه نظرك ايه اكتر عاده شايفها غريبه وما تقدرش تتعايش معاها؟